الو. الو، مرحبا. مساء الخير. مساء النور. كيف الحال والف الف مبروك. الحمد لله. مبروك على عيش. اهنيك على المنصب الجديد، وانت قاعد تستحق اكثر من هذا. هذا تكليف وليس تشريف، ومسؤولية وطنية وواجب علينا. من معي؟ معك اخوك الغير الشقيق علي عبد الله صالح الاحمر. فانت قلت ما عبش حمر فيك ولا شبر واحد ونسبك عباس. انت عارف اني سميت نفسي الاحمر احتراما لك وتقديرا لك وعلشانك. طيب، خير خير. ما تشتي الآن؟ حبيت اهنيك واقول انك الاجدر. انا لا اقول تكون نائبا للقائد الاعلى، وانما الاصل تكون انت القائد الاعلى. فعبد ربه رئيس البلد، ما قائد. عبد ربه رئيس الجمهورية اليمنية الشرعي طلع بانتخابات وبتوافق كل القوى، ونحن جنود معه وللوطن. ايوه، بس احنا قلنا يعني سنتين ويرحله، سنتين ويرحل. وهل اتحت له فرصة يا علي عبد الله صالح حتى يحكم هذا السنتين؟ اختلقت له كثير من المشاكل وختمتها بتسليمك البلاد لميليشيات تتبع ايران. طيب ليش يطلب عدوان خارجي علينا؟ من حقه كان بقى نحل المشكله فيما بيننا. من حقه كرئيس شرعي ان يستنجد اخوانه واشقائه لنجدة شعبه، مثل ما عملت انت في الحروب الست. استنجدت اخوانك السعوديين وقاموا معك، واي رئيس شرعي من حقه ان يستنجد اخوانه لانقاذ شعبه وبلده. طيب يا فندم علي، تفضل. ما ترتاح، والان نفتح صفحه جديده، وانا في يدك، من يدك اليمين لا يدك الشمال، وقلدك الله. شوف الذي يصلح، وكن وسيط بيننا والبلد سلمان، وافعل لنا مخرج. الموضوع ليس شخصي يا علي عبد الله صالح بيني وبينك. لو كان الموضوع شخصي كلمتك في 2011 نخرج انا وانت ونرحل ونخلي البلاد لحالها. الان الموضوع موضوع بلد ووطن دمر وسلم لايران على طبق من ذهب، وهو سبب انت. قاتلناهم 6 حروب، وخيرة الرجال ساروا منهم 60,000 جندي، وفي الاخير تطلع وتقول الخلاف خلاف اداري. خلاف اداري ضحيته 60,000 من خيرة رجال الجيش. اسمعني، انا الان مستعد اكفر عن ذنبي، وهؤلاء الحوثيين هم خبزي والعجي. انا دخلتهم بخرجهم، حكى انصار الله انا بخرجهم. هذا كان زمان يا علي عبد الله صالح، اما الان انت اصبحت كمضية واداة استخدموك لفترة معينة، والان اللي يدير الامور ايران وبضباط وخبرات ايرانية. فهذاك القطار يا علي. طيب اذا لم تتعاملوا معي وش الحل؟ حندخلوا في مستنقع. الحل محاكمة، تحاكم ويحاكمك الشعب محاكمة عادلة، وتحاكم على كل قطرة دم سفكت. يحاكمني انا علي عبد الله صالح يحاكمه؟ هي هذا الانانية، هي انانيتك التي وصلت البلاد لما هي فيه، ودمرت الجيش اللي فيه خيرة رجال اليمن الذي الان يبكون دما في بيوتهم لما اهنتهم وسلمتهم لاطفال يديروهم يا علي عبد الله صالح. والان هم متلهفين بكل شوق لاستعادة هيبة الدولة وهيبة المؤسسة العسكرية التي كسرت هيبتها انت بسبب انانيتك وكبرك وحقدك الشخصي وانتقامك. ما هو اسمعني، كلمة أخيرة، خدمة أخيرة منك، خدمة أخيرة. تفضل. قلدك الله لا قلت لهم وين المكان. اسمع يا علي، ستواجه مصيرك وتحصد ما زرعت.